نغيب لك واش ديري بلا دوزيام في الفطور. ديري لهم هاد لو بلا اللي سميتو يقطينات الدجاج المحشيه مع واحد لاصوص بزاف بنينه، صدقيني راح يحمر لك وجهك مع داركم ولا ضياف. نبدا بالحشو. حطيت كميه من لا فيوند هاشي، زدت لها شويه بصل مع الثوم، ملح، فلفل اسود وتوابل اللحم مع شويه معدنوس وشويه شابلور. نعجنها، نحشيها بكميه من الفرماج ونكورها. وحشوه اليقطينات راهي واجده. نروح ندير نفس الشيء مع لو بولي هاشي. انا ديت نص صدر تاع دجاج، درت له البصل، لا شابلور، الملح، فلفل اسود، توابل الدجاج مع الثوم المعدنوس، وهنا زدت غير شويه صفر بيض وعجنته. ندي كميه من الدجاج ونغطي بها كريه اللحم كيما راكم تشوفوا، نكورها مليح وراهم واجدين. بعدها في بابي فيلم نحط الكريه تاعي ونزير عليها مليح باش يتشكل شكل اليقطينه بلا ما نديروا الخيط. وهنايا راهم واجدين، ما بقى لي غير نغلفهم بالبابي الومنيوم، ندير لهم الماء وندخلهم للفور. وبالنسبه لاصوص راح نحط شويه زبده وزيت ونقلي فيه نص فخذ تاع دجاج مع شويه بصل، ونجيب الشامبينيون تاع كاستيو. هذا الشامبينيون تاع كاستيو يجي شرائح وبزاف بنين، غير غليوه في شويه ماء باش تنحروا الملوحيه وزيدوه اللاصوص نتاعكم. قليوه، تبلوا بالملح في الاسود مغرف كبيره فرينه، وكي تقلى امرقوا بشويه ماء. هنا يقطيناتي كانوا طابوا، درت لهم شويه زبده ورجعتهم يتحمروا في الفور ولا في المقله كيما تحبوا. ولاصوص بعد ما طابت زدت لها شويه كريم فريش وخليتها تعقاد. ما بقى لي غير نزيد وريقات معدنوس لهذوك اليقطينات اللي جاو بزاف كيوت، ونفرغ عليهم لاصوص وراهم واجدين. شوفوا لي كيفاش يجي من داخل، صراحه قوه في البنه، لازم تجربوه. وهذا ما كان.